فاز المنتخب المغربي على باراغواي ب2-1 في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب بولار دولولي بمدينة لانس. وشهد الشوط الأول محاولات من أسود الأطلس لتهديد مرمى باراغواي، لكنها لم تترجم إلى أهداف، لينتهي الشوط على وقع البياض. وبعد الاستراحة نجح بلال الخنوس في هز الشباك في حدود الدقيقة 48 بعد تمريرة محكمة من أشرف حكيمي ليمنح النخبة الوطنية التقدم أمام باراغواي. وواصلت كتيبة محمد وهبي البحث عن فرص لإضافة الهدف الثاني، وهو ما تحقق عبر نائل العيناوي في الدقيقة 53. وأجرى الناخب الوطني 4 تغييرات في الدقيقة 66، حيث أشرك إبراهيم دياز بدل بلال الخنوس، وزكرياء الواحدي مكان أشرف حكيمي، وأيوب الكعبي بدلا من سفيان رحيمي، فيما حل أمين عدلي مكان ياسين جسيم. وقام وهبي بتغييرات إضافية في الدقيقة 81، حيث حل سفيان الكرواني بدل أنس صلاح الدين، وشارك عبد الصمد الزلزولي مكان شمس الدين طالبي، فيما دخل ربيع حريمات بدلا من سمير المرابيط. وتمكنت باراغواي من تقليص النتيجة في الدقيقة 84 عبر عمر الديريتي، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل قبل أن يسجل اللاعب غوستافو كابايرو هدفا صحيحا في الدقيقة 87. يشار إلى أن هذه المباراة تدخل ضمن استعدادات أسود الأطلس لكأس العالم 2026، حيث يتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل، اسكتلندا وهايتي.